حددت وكالة الزلازل المغربية مركزه لا إله إلا الله. زلزال نادر وصف وبات في العراء هلعا وهربرة لمركز الزلزال. انهارت بعض الماء، تتواصل عمليات الإنقاذ والإغاثة. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عزاؤنا واحد في الشهداء ديال زلزال مراكش والنواحي اللي حنا وصلنا غير التشاش ديالها في كازا وصابنا الرعب، فما بالك هما. كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يهون على الاهالي ديالهم ويهون عليهم هذا المصاب والله يحد الباس. وكنتمنى من المسؤولين يقوموا بكل المسؤوليات ديالهم، وحتى الناس المحسنين وكل واحد يعني عنده قدره باش يعاون هذوك الناس. يمشي راه حتى بلاصه ما بعيده، داكشي اللي قدروا عليه الله يعطي الدم ديالو، يعني فلوس، حوايج، اي حاجه. والمسؤولين بطبيعه الحال هما اللي خاصهم يديروا لهم المأوى ديالهم. وكنقول ان كلنا هذا الشيء كيعنينا كاملين، يعني حنا بقدره الله سبحانه وتعالى كنا حنا غنقدروا نكونوا في المكان ديالهم. حتى حنا في كازا راه جا واحد الزلزال اللي صعيب، انا شهدت شحال من زلزال يعني في حياتي، ولكن هذا صراحه كان زلزال قوي. كلنا طرعبنا وخرجنا للزناقي وجلسنا وخفنا وهذا يعني ميساج من الله سبحانه وتعالى كيقول لنا فيه يعني حذاري ثم حذاري. مره اخرى يقدر يعني تكون كوارث اكثر من هذا الشيء. كلنا خاصنا نراجعوا نفوسنا. كل واحد كيدير شي حاجه خايبه يعني يراجع نفسه ويحاول يستقم ويحاول يتقى الله بهذا المعنى. هذا ميساج لينا كاملين. اليوم كانوا هما، ربما غدا لا قدر الله غادي نقدروا نكونوا حنا. راه ساهله يعني. انا اللي بقيت كنقول في راسي ان سبحان الله في واحد الدقيقه المكانه ولا ما كاملاش ميم با كان حياتنا ومصيرنا كامل غادي يتغير. هربنا وخلينا ديورنا وسمحنا في كل شيء، في فلوسنا، في اي حاجه عندنا هربنا وخليناها الا السوارت اللي هزيناهم ومشينا. انا حتى التليفون خليته، كل شيء سمحت فيه. في ديك اللحظه اني كنت كنصور فيديوهات، هذيك اللحظه اللي حدث فيها الزلزال كنت كنصور فيديو والله العظيم. يعني ماشي ساهل لان الدنيا كلها ما كتسوى حتى شي حاجه. كما الله سبحانه وتعالى صدق ملي يعني الله سبحانه انه شبهها بجناح بعوضه. يعني البعوضه اصلا هي لا تساوي شيء، وشبهها باهون عضو في البعوضه واللي هي الجناح ديالو. صافي هذا الشيء اللي استفدت انا من هذا الشيء كامل. وكنطلب من الله سبحانه وتعالى مره اخرى يعني يهون على دوك الناس. يعني اغلبيتهم الفقر، راكم عارفين المغرب المنسي يعني النواحي ديال مراكش كلها راه الفقر واحد الفقر اللي قدر كل واحد فينا قدر يعاونهم باقل حاجه وداكشي اللي قدر عليه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله يحد الباس. واللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. يا سلام سلم.